من حوالي اسبوع كده نزلت فيديو بعنوان محاكي السوبر ماركت بداية اسطورية، وبعد كده بعدها بيومين نزل تحديث وكل اللي انا عملته في الفيديو اللي فات كله اتمسح. فالنهارده هنبدأ بداية جديدة، فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ولو في حاجة مش عاجباكم في الفيديو قولولي عليها عشان احسن من نفسي لان انا لسه مبتدئ في المحتوى. اوكي حاليا بدأنا، معرفش صراحة ايه الجديد في التحديث، بس خلينا نشوف. لان والله يعني انا مش عارف ليه كل دوت. والله كان لعبة حلوة بالنسبة لي. يلا بقى. اوكي ماشي، يلا هنحط البضاعة دي هنا يعني زي المعتاد في الحلقة اللي فاتت. لو مشوفتهاش بخصوصها لا عندك جودة على حاجة. اوكي ونقفل الموسيقى عشان انا مش ناقص ازعاج، وخلينا نشوف بقى نحط السعر هنا. تمام وهنحط 6. معرفش انا صراحة ايه الجديد في التحديث اللي خلوهم يعني خلوني اعيد كل ده من الاول، بس عامة هنشوف مع بعض ايه الجديد. تمام انا بقى يقولك افتح المحل، وخلينا بقى نستنى الزباين ونشوف مين اول ناس هتيجي. ده اول واحد معانا، خلينا نشوف هيشتري قد ايه او هيشتري يعني بضاعة بكام ولا ايه الدنيا. برضه معرفش في جليتش فوق مخلي كل الارقام عندي تحس ان انا مفكر اللعبة، بس والله ديت من اللعب يعني انا مش مفكر اللعبة ولا حاجة. اوكي بدأنا نبيع كده. تعال 18. ودلوقتي يقولك open PC order more ومش عارف ايه. اوردر المفروض اطلب اوردر، خلينا نطلب مية. نعم إنها المخدرات. صح كده. ميتي كمان ده زيت. هطلب دقيق من ده معرفش اسمه ايه، مش مهم. خلينا بس نجيب الغزالية اللي بيع الدقن دي. هو ليه كل الناس اللي بتيجي بتاخد 3 وليه انت مديني 27 يعني ايه ده؟ في ايه؟ ماشي ادي كده هو 29 24. يلا 5 عايزة 6. يلا المفروض يكون في حاجة جديدة في التحديث، بس هي ايه الله اعلم. يعني والله انا مش شايف اي كلب جديد في اللغة، ولا تحس ان هي اللعبة اصلا يعني مش عارف صراحة. مثلا هنكتشف كل الموضوع ده معانا كل ما نطول في الحلقة يعني. خلينا بس نحط السعر بتاع الخبز بسرعة عشان ما تسوحش انا بالظبط كده، عشان لو الناس اشترت منه وهو مفيهوش سعر هنتسوح كلنا. يلا انت اشتريت بجنيه، انت عايز بكام؟ انت 15. يلا 3. معرفش ايه السريكة بتاعتهم دي، بس ايش اطلب 2 اوردر. خلينا اطلب زيت واطلب بتاع من ده. يلا خلينا بس نخش نبيع الاول. يلا 20 فوضى 10. يلا 5. قلت عايز 5. يلا قلت برضه 5. يلا وانت 11. بس خلينا نقفل المحل كده. خلينا نحط البتاع اللي معرفش اسمه ايه ده هنا. دي المفروض مفروض، فخلينا نحط ديت هي 3. خليها 4. بيبقى السعر غالي ده عندهم وش. عايزين نكسب فلوس لسه كتير. عايز اكسب فلوس عشان عايز ارجع للمنطقة اللي انا كنت فيها قبل ما يشيلوا كل حاجة. خلينا نطلب ايه؟ هنطلب تطلب 47. خلينا نشوف ده هيشتري ايه. يلا 59. 9.50. يلا لا فيها ليه امل ايه الاوردر، حتى الاوردرات بقت بتطول برضه يعني زي زمان، او مش زي زمان زي يعني الحلقات اللي قبل كده. امال ليه بقى الجديد في التحديث اللي هم خلوا الواحد يعيد من الاول؟ يا مش مهم. دي 15 عايز 25. ادي 20. دي 40. يلا طبعا انت السعر مش عاجبك وهقولك خدي خاص بالظبط. عديت حط الخبز ده هنا. طبعا هو متسعر كان في 2 3 4 2 مكرونة و2 زيت. ماشي يلا 5 عايز 1 زيت. 55
عادي يعني مش لازم اكتب بالبوينت والزيرو والكلام ده. طب ايش تفرق الكلام ده؟ فست كان في كارتين زود فور. انت عايز 10 استنى خد 10 here. فأقدر اطلب 3 اوردرات. لو اطلب 3 اوردرات ليه لما انا هنا اصلا عندي البتاع مليان منور. اوكي يعني حتى ولا اضافوا مثلا محل جديد في المدينة يمكن مثلا تكون العربية دي اشتغلت، لا زي ما هي. وانا اصلا اقدر اعدي من هنا اشك صراحة. يعني حتى كان في اصلا في البي سي عربيات بتيجي تعدي من هنا، حتى لحد دلوقتي لسه ما ضافوهاش في اللعبة. يعني انا معرفش اصلا ايه الجديد. يلا خلينا نشوف ممكن مع في المستقبل قدام يعني نعرف ايه الجديد. اتفضل يلا. انا قلت ليه انت عايز 19 يلا بس نشوف دي فيها ايه. بس تلاحظوا ان الفلوس بقت بتيجي كتير يعني. قربنا نجيب الرف بسرعة، مش في الحلقة التانية. الحلقة اللي فاتت احنا قعدنا اظن ساعة عشان بس نجيب الرف. انا دلوقتي حوالي معاكي بس ربع ساعة وان شاء الله هجيب الرف. ادي 5:30. ده عايز 3 1 2 3 ونص. دلوقتي احنا معانا 200. اقدر اشتري رف بس اقولك اشتري رف دلوقتي. 1 2 3 عايزة 15 ونص. عايز 15 ونص وانت عايز 5. يلا يلا منعرفش لليفل 3. خلاص اللي هي ستور ليفل اللي هي المحل بتاعي يعني هيبقى ليفل 3. يلا 29 يلا انا كسبت بس 15. مضافوش حتى هنا اي حاجة جديدة يعني ان هي تبقى في التحديث. وانت عملت ايه بس؟ انا كسبت 205 سكيب مود. يمكن هي العلامة بتاعت سكيب مود دي بس اللي خدت اليوم الجديد يعني. بس انا مش شايف في حاجة جديدة صراحة يعني. دي فاضية. طب انا حطيتها انا قدام دي. يلا يلا صبر. وين دي؟ فاضية برضه. ولا سيب الحاجات دي هنا دي. ورد يعني الاسعار بتتغير مثلا؟ متوقعش. معرف. خلينا بس نشوف دلوقتي البضاعة. هم عايز نطلب 3 اوردرات. ايه ده؟ اطلب 1 من ده 1 من ده 1 من ده كده بقى 50. انا مش عارف ايه موضوعي مع الزيت بس. عايز 9 5 9 ونص. يلا تمام. لسه فين ده؟ في ايه؟ هو ازاي داخل ده مع ان انا كنت واقف بره؟ مفيش مكان. اتفضل يعني 5 45 ما اشتريتش حاجة ليه؟ ايه ده؟ هو مش انت عادي يخلق من الشبه. يخلق من الشبه 40 مش فاكر. طبعا ده تخلف ومحدش. انا مش عارفه انا بعمل ايه اصلا. الاوردر التاني وصل. ايه بقى الاوردر التاني عشان انا نسيت؟ المكرونه. تمام حلو. المكرونه بتمشي. حتى المكرونه كلها منها. يلا احنا جايين. هو ماله اللي ورا ده؟ تعالى هات البتاع ده. الشنطة المرة فارس زيت عشان محتاج احط الزبدة هنا ده. يلا وانت عايز ايه؟ 21. هنعمل 21 وهنطلب واحدة من اللي هي اسمه الخبز اللي مش باين عليه خبز ده. هنطلب اللي هو ده واحدة بس. والله ما عايز يعني مش هتفرق 9 جنيه. هنقفل بس المحل مؤقتا
لحد هي فين الست تيتا 5.5. يلا الخط بقى البتاع اللي معرفش اسمه ايه ده هنا كده. انا مش مسعرة قد كده. ارمي دي هنا، خلينا نسعرها نخليها 5 بس. سبحان الله يا ابني، والله أول مرة تحصل معايا في حياتي انها ظبط كده في أول مرة. يلا انت هداك ايه ده خبز واللي فوق جبنا ده الخبز صح؟ بالظبط كده. نحط بقى الخبز ده هنا، نرمي الكرتونة دي هنا ونفتح المحل ونستنى بقى نشوف الناس هتيجي عشان عايز اشتري الرف الجديد. لا نستكشف، ممكن يكون في حاجة جديدة واحنا ما نعرفش، ما نظلمش المطورين. دي ب1000 واقدر اوسع. تمام، اقدر اوسع المحل ب1000. وهنا صراحة معرفش ايه دول ومش عايز اعرف. دي 10 عن $1000. يلا A few moments later. بالظبط كده اقدر اشتري الرف الجديد وانا مطمئن عالية كده. والله 1 2 17 ادي 5 6 9. يلا قلت عايز 5 بيديني 5 يبقى هو عايز 5. يا لهوي هستنى 3 دقايق يا دين محمد، ليه يا عم كل ده؟ اوكي هفضل بقى انا ابيع لحد ما ال3 دقايق دول يخلصوا وهرجع، لان انا مش هفضل انا مطول يعني. اوكي فيلا بينا. 2000 years later. اوكي طبعا البضاعة كلها جت، يعني انا طلبت بضاعة وبعد ما جبت الرف يعني عشان نملى المحل بضاعة قبل ما نقفل يعني. فعايزين بس نحط الرف ده هنا كده بالتوازن يعني نظبطه. وانا لو عملت كده وحطيت روت كده كده ملهاش اي 30 بس. يا عم يلا يا عم، ده ما كانتش حاطة دي. تمام حطينا الرف يعني حتى لو مش مظبوط كده. احنا وصلنا كل صناديق البضاعة، نرتب بقى المحل واحنا ايه يعني براحتنا خالص. ودلوقتي بعد ما خلصنا رص في البضاعة تمام هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا معرفش. هاي البضاعة هنقفل بقى هنا، والحلقة الجاية بقى هنشتري التلاجة بقى ان شاء الله، ونشتري بقى الحاجات المجمدة واللي هي المية بقى والقهوة واللبن والكلام ده. فلو مش عايزين حاجة سلام.